عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديكو، شركة دي ديزاين. احنا فين؟ احنا في موقع الكناريا، معانا الشقتين اللي جنب بعض دول. هنتكلم النهارده، الفيديو ده مخصص للناس اللي بتشطب شقتها بنفسها. هنتكلم في تفاصيل كده معينة، ان انت لو بتشطب بيتك بنفسك لازم تعرفها وانت بتكلم الصنايعية. الفكرة مش في صنايعي كويس، الفكرة في التنسيق ما بين الصنايعية وبعضها. هنتكلم اول حاجة، احنا النهارده اسسنا سباكة، اسسنا كهرباء، اسسنا مواسير في يونت التكييف. طب ازاي التنسيق ما بين الكلام ده كله؟ هنتكلم مع بعض. اول حاجه بتاخد بالك منها الشرب. تعالى كده يا باشا. الشرب بناخده ازاي؟ الشرب ده معناه ان انا معايا الرخامه اللي بره بتاعه السلم، ببدا ان انا لازم امشي معاها، ببدا اعمل ميزان الليزر. ارمي ميزان الليزر يجي هنا يبدا يدينا المتر من التشطيب. طيب المتر من التشطيب زي ما حضراتكم شايفين كده اهو، ده المتر من التشطيب. طيب خش بقى جوه. هو عشان احنا الصبح فالليزر مش باين قوي. نبدا هنا نخش نشوف جوه. واصل هنا هتلاقيه واصل معاكم متر و16. طيب احنا كده خدنا ميزان الليزر، نقلنا الشرب بتاعنا بره، يبقى احنا معانا جوه دفان كام سنتي؟ 16 سنتي. طيب 16 سنتي دول مريحيننا جدا، وهيبقوا كويسين جدا في تمرير مواسير الكهرباء، تمرير مواسير صرف التكييفات، تمرير مواسير فريون التكييفات. يعني معنى كده الشرب اللي انا خدته ان انا بشوف ايه اللي يسلكني بلغه الفنيين، ايه اللي يسلكني ان انا احط مواسيري كلها ما تضربش معايا الشرب. والفكره برضو في ان الشرب بيمشي عليه جميع المقاولين الموجودين في الموقع، السباك والكهربائي وكله بيمشي على هذا الشرب، لان مشاكله بتحصل في النهايه خالص. طيب هنتكلم كده توزيع الشقه معايا. طيب اول حاجه دخلت من باب الشقه، فتحت باب الشقه لقيت معايا اللوحه الموجوده معايا، ومعايا لوحه الخدمات التيار الخفيف. ايه الاعتبارات اللي انا اخد بالي منها في الحته دي؟ ان انا افصل التيار الخفيف عن الكهرباء عشان ما تاثرش على الاشاره. طيب اول حاجه فتحنا باب الشقه، معايا هنا 2 كنبه وكرسيين، ومعايا امامي مباشره منظومه التلفزيون. منظومه التلفزيون او البرايز او الاناره عامه احنا بناخدها كلها، البرايز على 60، بناخد الاناره على 120. منظومه التلفزيون انت بتركز فيها، بتعمل اتش دي التليفون الدش، ومعاك برضو البرايز. ولو هتجمع ساوند سيستم بنشوف انت هتجمع الساوند سيستم فين، هل في الليفنج، هل في القعده هنا، انت بتنسقها على حسب احتياج. طيب دخلنا فتحنا باب الشقه، معايا الاناره. ايه اللي انا اخد بالي منها برضو؟ ان انا كل زونه اطلع لها 3 خط او 4 خط على حسب التصميم او على حسب احتياجك. بمعنى ان انا عندي فوق سبوتات، عندي بيت نور مخفي، عندي ماجنتيك، عندي نجف، كل الحاجات دي بتعمل حسابك في التصميم، بناء عليه بتطلع عدد الخطوط الموجوده في الاناره لفوق. طيب احنا هنا معانا 2 كنبه، 2 كرسي، يبقى احنا عملنا برايز على 60. طيب حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها، الشطر لو انت مش هتعمله اسسه وطلع الخرطوم ده لسه هيطلع لبره، طلعه حتى لو هتطلعه فاضي. بعد سنه 2 10 عايز تاسس تركب الشطر، اصبح ان انت مش هتجيب المقاول او بتاع الشطر، هيكسر لك، انت مؤسس له من البدايه. حاجه مهمه جدا تاخد بالك منها، موضوع التكييفات. احنا هنا معانا تكييف، هنشرح التكييف اللي هناك. طيب الجزء الثاني معانا هنا ايه؟ السفره. ومعانا هنا مكان للبوفيه. طيب مكان البوفيه معانا هنا مطلعين الخرطوم ده، لو مرايه البوفيه لو هي ليد تاتش يبقى احنا موصلين للخرطوم بتاعتها. وهنا مكان السفره، ودي زونه ثانيه، يبقى معانا 3 خطوط فوق، معانا الشطر من هنا، معانا التكييف من هنا، برضو بنطلع له الخرطوم بتاعها حتى لو احنا مش هنأسس للشطر. دايما اعمل زياداتك في الكهرباء، هتبقى الموضوع سهل جدا، مش هيكلفك كتير، لكن بعدين هيكلفك كتير جدا. موضوع التكييفات بقى، موضوع التكييفات طبعا احنا بنأسس 1.5 و2 وربع و3 حصان، 4 مللي كفايه. 6 حصان سوري 5 حصان 6 مللي. طيب موضوع التكييفات بيبقى فيه نوعين، في الشارب وفي الكارير وفي انواع ثانيه كتير جدا. التاسيس بتاعها بالنسبه للشارب بيبقى داخل لجوه من عند الفان، وبالنسبه للكارير بيبقى خارجي من عند الكمبرسور. طب انت وانت بتشطب شقتك بنفسك عارف انت هتجيب شارب ولا كارير؟ اكيد دي مرحله ادفانسد قوي، مش هتبقى انت عارفها قوي. فتامن نفسك ازاي؟ يبقى التيار الخط اللي جاي مباشره من اللوحه رايح لسلك مفتاح التكييف،
طلع واحد للفانا وطلع واحد للكمبرسور. طب ما هو دي تكلفه عليا؟ لا مش تكلفه عليك، الخراطيم مش تكلفه تو ماتش، التكلفه في السلوك ان انت تطلع السلك فقط لبره. طب انت جبت تكييف التاسيس الكهرباء بتاعه من جوه، يبقى اسحب السلك ودخله للفانا، ما يبقاش فيه مشاكل خالص. معانا هنا السفره مؤسسين برضو ومطلعين للشطر. معايا الجزء طبعا الخامات الكهرباء لازم تكون اصلي يا جماعه، كله سويدي، كله اهو زي ما حضراتكم شايفين قدام الفيديو، كله اهو التفاصيل، ولسه الخامات دي هنحتاج عليها تاني. طيب معانا هنا الليفنج، معايا هنا مكان للتلفزيون، معايا هنا كل ده بيلت ان، هنا مكان للديسبنسر هيتحط هنا، حاطين له البريزه بتاعته تبقى بيلت ان مع المكتبه، ودي هتترحل هتتحط هنا. طيب نخش على الحمام. الحمام ده ما كانش موجود في المكان ده، احنا اللي عملناه وعملنا المكان بتاعه وعدلنا الصرف وتفاصيله. فلو لاحظتوا ان في الحمام مش هتلاقوا في مكان شباك، مفيش شباك موجود. طيب نعالج المشكله دي ازاي؟ هنعالج المشكله دي، هنعمل شفاط هنا، هنعمل شفاط خارجي وهنخش بمواسير هنا هتبدا تشفط اي روائح موجوده في الحمام. تاسيس الحمام بسهوله جدا، حته السخان الفوري بنحطه تحت الحوض، بنوصل له 10 مللي مش 6 مللي. السخان الفوري موجود، ليه بنحطه تحت الحوض؟ عشان اليونت هتتحط هنا ما يبقاش باين معاك. طيب معانا هنا الحته دي مكان موجود فيه غساله، حط باريزه الغساله، ومعانا مفتاح السخان الفوري. معايا هنا القاعده موجود فيها خوانق مطلعين السلك بتاعها، حمام 3 خطوط. طيب لو هو في التصميم خطين او هو محتاج انارتين بس، معاك خط ثالث للشفاط، معاك خط رابع للليد الموجود هنا. المطبخ معايا هنا، المطبخ ده كله هيبقى خشب هيتحط هنا وهيبقى بيلت ان، والناره بتاعته هتنزل في الخشب، هتنزل من السقف من فوق. طيب معايا هنا مكان البوتاجاز. طيب عامة انت المطبخ لازم تحزمه كله على 120 سم بس في الاماكن الصحيحة. بمعنى انا معايا هنا الحوض خدنا يمينه وشماله باريزة على 120، ينفع اخده فوق الحوض؟ لا طبعا لازم يكون بعيد عن مصدر الميه. معايا هنا بوتاجاز، البوتاجاز بيتاسس له على 60 وبيتاسس له على 180، ال 180 بتبقى لتوصيل الهود. ليه على 60 ما عملتهاش على 120؟ عشان 120 وانت بتشغل البوتاجاز مصدر النار يحرقه، او لو البوتاجاز بغطا برضه هيبقى الموضوع مش حلو، فبيتعمل على 60 و180 وما بيتعملش على 120. طيب او من دخولنا المطبخ، معايا هنا مكان للثلاجه، ممكن تعملها على 60 ولكن انا افضل ان هي تعمل على 120، فدي هتتغير هتتحط على 120. معايا مكان للديب فريزر برضه على 60 هتتغير هتتحط على 120. حطها في اماكنها الصحيحه مش بكتر البرايز، في اماكنها الصحيحه تبقى مناسبه جدا. معايا هنا الغساله برضه البريزه بتاعتها موجوده. معايا الحوض مؤسسين للسخان الفوري وعاملين بريزه الحوض. شوفوا بقى الغلطه الموجوده هنا دي، معايا هنا بريزه الحوض هتخدم على الفلتر، سوري بريزه الفلتر. طب هي مكانها فين؟ في التشطيب النهائي، وانت بتيجي تركب الحوض، تيجي تركب الوحدات، هتلاقي عصب الحوض اللي هنا مع الوحده الثانيه جاي في نص البريزه دي، فلازم البريزه دي تترحل تبقى جنب هنا مباشره. الحاجات دي بيقابلك مشاكلها في التشطيب، فدي هتتغير تحط مكانها هنا. محزمين المطبخ بالكامل، ودي هنا بريزه الميكرويف. نخش بعد كده على غرفه الولد. غرفه الولد معايا هنا 2 كومود، معايا سرير 180، بنشوف اماكننا بالظبط. بمعنى ايه؟ انا لو معايا هنا سرير 180 بشوف مقاسه بالظبط، ثم بعد ال 180 باخد 25 سم احط باريزه الكومود، وهنا كذلك 180 25 سم باريزه الكومود. لازم كل حاجه تكون محطوطه في مكانها المناسب. معايا هنا برضو مكتب بيلت ان مع الكومود. معايا هنا برضو مؤسسين للشطر. معايا هنا دولاب من اول هنا مكمل لحد الاخر، وهنا هم ما كانوش عايزين مكان للتلفزيون. الاناره بتاعتي فتحت الباب حطيت الاناره بتاعتي 3 خطوط، معايا كل تفاصيلي موجوده هنا. اي اناره بتحطها تحط تحتها باريزه مباشره. تاسيس مكان التكييف، مؤسسين مواسير في يونت التكييف. عملنا فيديو قبل كده ازاي بستلم تاسيس مواسير في يونت التكييف. حاطين ماسوره الصرف موجوده هنا، وحاطين التاسيس اللي طالع لهنا والتاسيس اللي طالع هناك اللي احنا اتكلمنا عليه، اللي احنا مش عارفين اذا كنا هنجيب كارير ولا شرط. نخش هنا على غرفه الولد. كان معانا هنا عمود
صححنا، عملنا خوارنا فوق الكومود، ده هتشوفوه في التصميم ان شاء الله مع تشطيب الشقه. حطينا باريستين للكومود، حطينا باريستين برضو للكومود. معايا الدولاب مكمل لحد الاخر خالص، والحته دي هيتحط شكل ديكوري، والبرايز دي مع الشكل الديكوري هتتحط في الحته اللي داخله وانت داخل من هنا. معايا هنا مكتبين، المكتبين البرايز بتاعتهم بتعمل على متر. معايا تاسيس التكييف، معايا برضو مواسير التكييف، مؤسسين هنا لمكان الشطر. حتى لو انت مش هتعمله طلع خرطوم احتياطي وحط الخرطوم، ما يبقاش فيه مشاكل خالص. اي طبعا بلكونه حط فيها باريزه خدمه. حمام الرئيسي من المهم جدا جدا جدا، واياك انك تستغنى عنها اول يوم. ولا الكهربائي ولا تاسيس مواسير في التكييف ولا السباك بينزل. مين اللي بينزل؟ بتاع البؤج، بتاع المحاره. بيعمل ايه؟ بيعمل لك البؤج دي. تعالى كده يا هندسه. بيعمل لك البؤج دي، بيعمل لك البؤج دي. معنى ايه البؤج؟ البؤج دي، البؤج دي معناها ان انا بربع الحمام، بربع الحمام وبشوفه بعد التشطيب. ممكن دي تاخد لها 2 سم محاره ودي تاخد لها 5 سم محاره. طب اصبح ان انا 5 سم محاره، لو هنا في سباكه اصبح ان دي دخلت جوه 5 سم. يبقى انت تعمل البؤج، تمشي الكهرباء السباكه بتاعتك والكهرباء بتاعتك مع البؤج، لان المشاكل دي كلها بتحصل بعد التشطيب وقبل ما تستلم شقتك ب5 ايام. عملت البؤج، مشيت خلاطاتي، السباكه بتاعتي، الكهرباء بتاعتي، كل تفاصيلي ماشي مع البؤج. اصبح ان انا ركبت السيراميك، مش محتاج بقى جلب تطويل، مش محتاج ان انا اجيب نطره لخلاط الدفن تعمل لها مبلغ كبير، مش محتاج. لا، انا شغال صح من البدايه، البروسيس ماشيه مظبوطه، مش هتكلف في الاخر واتعطل في الاخر. برضو نفس الموضوع، السرير 180 دي في ال 25 بتاعت الكومود، نص الكومود، ودي في ال 25 في نص الكومود. مؤسسين للشطر، الخرطوم ده هيطلع لبره. مؤسسين ليه، ده مفتاح التكييف. معايا هنا الحته دي هيتعمل ان شاء الله مع الفرش. هتشوف الشقه دي هيتعمل قاطع كده ما بينه ما بين الدريسنج، وهيتحط فيه مكان التلفزيون. طب هتنزل كهرباء التلفزيون من السقف، هي لسه ما اتعملتش. ودي خرطوم الدش اللي هيخش لمكان التلفزيون في الاخشاب. طب ليه ما مشيتهمش مع بعض؟ عشان سلك الدش لازم يمشي منفصل عن سلك الكهرباء. خش على حمام الماستر. حمام الماستر اول ما دخلت الاناره على الشمال، معايا هنا الحوض، معايا هنا القعده، برضو ماشيين نفس النظام. البؤج الخوارنا ده يخش له خرطومه من البدايه هنا، يطلع في الحته دي. معايا هنا خلاط الدفع، معايا الرين شاور، الخوارنا واصل له كل تفاصيل، وشغالين على المحافظ. طيب، ملخص الفيديو ده ايه لحضرتك وانت بتشطب شقتك بنفسك؟ لازم تكون عامل 2 دي فرنتشر بلان للشقه بالكامل، ويا ريت لو 3 دي. لو البادجت لا يسمح يبقى انت تعمل 2 دي، وبالمناسبه احنا بنعمل ال 3 دي مجانا لكل العملاء بتوعنا. ولو البادجت لا يسمح مع حضرتك انك تعمل 3 دي، اعمل 2 دي. ليه؟ عشان تشوف توزيعه الفرش بطريقه مناسبه، تحط كل حاجه في مكانها الصحيح. عايز اتكلم في نقطه ثانيه، ان انت لو معاك مقاول فني كويس او مقاول كويس، الفكره كلهم في الكوردينيشن ما بين المقاول والمقاول والمقاول. ممكن ده يعمل شغل كويس جدا، ممكن ده يعمل شغل كويس جدا، وممكن ده يعمل شغل كويس جدا، بس الشغل مش ماشي مع بعض. اصبح ان في مشاكل كتير جدا. 2 دي 3 دي الكوردينيشن، شطب شقتك وانت واقف عليها مع التنسيق، هتطلع نتيجه كويسه ان شاء الله.